احنا النهارده في محافظه كفر الشيخ لحضور تكريم دكتور اللواء جمال نور الدين لفرع توثيق دسوق لحصوله على المركز الاول في مسابقه التميز الحكومي الداخليه، وحصوله على المركز الثاني في مسابقه التميز الحكومي على مستوى الجمهوريه، والتي شرفها بالحضور معالي رئيس الوزراء. الشهر العقاري بفضل الله يشهد تطوير على اعلى مستوى بتوجيهات معالي وزير العدل المستشار عمر مروان ومعالي المستشار اشرف حجازي مساعد الوزير. ويعني معالي الوزير اعلن قبل كده تمام ميكنه فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهوريه، وتأديتها لخدمات الشهر الشباك الواحد وربطها بمنظومه مصر الرقميه، وبتؤدي الخدمه على اعلى مستوى. الحمد لله اللي وصلنا لهذه الدرجه من التميز، ان احنا حصلنا على المركز الاول على المستوى الداخلي، وحصلنا على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية لجميع مصالح الجمهورية. ده كان نتاج جهد وعمل فريق عمل المكتب بالكامل، سواء الزملاء اللي موجودين معايا النهارده او الزملاء اللي ما حصلهمش نصيب ان هم يكونوا موجودين، ودعم المستشار سامح رمضان مستشار مكتب مساعد وزير العدل، والدكتور ابراهيم الرويني، والاستاذ محمد الاحول وكيل الوزاره، الاستاذه اسماء المنسق العام، وجميع زملائي بمكتب دسوق هم اصحاب هذا الانجاز اللي هم كنت اتمنى ان هم يكونوا كلهم موجودين معانا النهارده، انما هم في مواقعهم بيؤدوا عملهم بيستكملوا المسيره، وهم دول اساس النجاح، وهم دول اللي بهدي ليهم هذا التميز وهذا التفوق وهذه الشهادات، واسالهم الاستمرار على هذا الجهد وهذا العطاء حتى نصل الى اعلى من ذلك ان شاء الله في العام القادم. وشكرا. التميز الحكومي ده بدايه لكل مصلحه ولكل جهه ولكل هيئه في مصر ان هي تبدا تغير من نفسها، تبدا تتعامل الناس على معامله حسنه، نبدا نطور من بلدنا، نخلي بلدنا من احسن صوره وفي احسن شكل وفي احسن مستوى. 18 ان انا اقوم باعداد الملف انا والاستاذ شكري البنهاوي عن مكتب توثيق دسوق، وان مكتب توثيق دسوق يحصل على المركز الثاني والمركز الاول داخليا في الجوائز الداخليه للشهر العقاري. ده حلم، وان شاء الله احنا في التميز، والتميز هو الطريق الى المستقبل، وهدفنا في مكتب توثيق دسوق هو الرضا والتميز والثقه.